القصة المشهورة اللي يعني ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي، ألا وهي أميرة التونسية. أميرة التونسية كانت مضيفة طيران في الإمارات، وتعرفت على الطاقة هناك، وبدأت تعالج بالطاقة وتدرب على الطاقة. لكن في بداياتها تزوجت من مصري ورجعت معه في مصر، وجاها طفلة وصل عمرها 4 سنوات وما زالت تمارس الطاقة. وكان المعلم أو الجورو اللي حنا نسميه ساحر كان إيطالي يتواصل معها، معلمها. هي وصلت لمرحلة لو طولت شوية كان ممكن تصير زيه، لكنها هي أنهت الموضوع. صار بينها وبين زوجها خلاف بسيط، طلع زوجها من الغرفة فسكرت الباب وقفلت، كانت بنتها معها. جاءها الإله تعالى الله عما يصفون. بعض الناس يقولون الإله، بعض الأحيان يقول ملائكة، شيء زي كذا. حضر هذا الشخص الغريب اللي يسمونه الأرواح وهو من الشياطين، وقال لها الآن وقت الخلاص، اللي عقيدة النيرفانا، تنهين حياتك حتى تتحدين بالكون، لكن قبلها بنتك تاخذين معك بنتك. فأنهت حياة بنتها بحبل الشنطة، خنقت بنتها حتى ماتت. لما بدأت هي في نفسها كانت تضرب بحديدة أو سكين الرقبة، يعني سمع زوجها بكذا، كسر الباب ولحقوا عليها. محاكمتها انتشرت في السوشيال ميديا في جزئين. كانت تذكر القصة، هي ما هو بحنا اللي ذكرناها، هي ذكرت القصة بدايتها كيف وصلت يعني هذه نهاية الطاقة اللي يستمر فيها النيرفانا.